هتفضل بقى صينيه السمك بتاعه امي هي احلى واجمل صينيه سمك بعملها. هنجهز بقى السمك بتاعنا بوري بولتي طبار الموجود عندكم. انا كان عندي سمك طبار وما شاء الله كان مبطرخ زي ما انتم شايفين كده، نضفته كويس جدا. جهزت بقى بصلايه كبيره وقرن فلفل اخضر وقرن فلفل حار، حطيت عليهم ملح وكمون وكزبره وفلفل اسود ودعكتهم كويس جدا. حله بقى فيها شويه زيت، نزلت ببصلايه، البصله دبلت نزلت عليها بمعلقه توم. اول لما ياخدوا اللون الذهبي هننزل عليهم بلتر من عصير الطماطم وملح وكمون وكزبره وبابريكا، وهنغطي الحله بتاعتنا ونسيبها تتسبك نص تسبيكه. بعد كده هننزل عليها بالمرته ونديلها تقليبه ونغطي ونسيبها لحد لما تتسبك خالص زي ما انتم شايفين كده. هنجيب بقى كوبايه من الدقيق ونعفر بقى السمك بتاعنا زي ما انتم شايفين كده وننفضه كويس جدا من الدقيق. وبرده البطارخ هنعملها بنفس الطريقه. هناخد بقى السمك والبطارخ على طاسه يكون فيها زيت سخن جدا، وانا مش عايزه السمك يا جماعه يتقلي قليه كامله، انا عايزه بس اصفر السمك. وبرده البطارخ هعملها بنفس الطريقه كده، يا دوب تاخد لون اصفر ونخرجها على طول على مصفى. هنجهز بقى الصينيه بتاعتنا وننزل بنص كميه الصلصه ونحط حلقات من البطاطس ونرص السمك والبطارخ. بعد كده هنحط باقي كميه الصلصه على الوش وشويه كزبره مع كرفس. لو بتحبوا السمك بتاعكم يكون فيه صوص زودوا نص كوبايه ميه قبل ما تدخلوها الفرن. احنا بنحب الصينيه دي تكون ناشفه جدا، ما بنحبش يكون فيها اي صوص، فانا هدخلها الفرن كده من غير ما احط عليها اي ميه خالص. هغطي الصينيه بتاعتي الاول بورق زبده وبعدين ورق الومنيوم، وهدخلها الفرن بالظبط من 25 ل 30 دقيقه، وفي اخر 10 دقائق بشغل الشوايه. جربوها بقى بالطريقه بتاعتي ومتاكده انها هتعجبكم وهتعجب كل البيت، واشوفكم على خير بقى في الفيديو اللي جاي.